السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعي قناة الملكي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعلم مع بعض طريقة عمل اسكالوب الدجاج، وعندي المقادير موجودة قدامكم هون. عندي رقائق الدجاج، صدور دجاج، وعندي هون كعك مطحون، طحين، وملعقة ملح، ثوم مهروس، ملعقة صغيرة فلفل أسود، بيضتين، وعندي هون عصير ليمونة اضفت لها ملعقة صغيرة خل تفاح. وهلا بنبلش باول مرحلة. بدي رقق قطع الدجاج بهذا الشكل، ضرب عليها بشكل خفيف. وهلا بعد ما رققنا قطع الدجاج نضيف لها الليمون والملح والثوم والفلفل الأسود، بعدين بحركهم بدهنهم منيح وبتركهم بالبراد تقريبا نص ساعة. وهلا بعد ما طلعت رقائق الدجاج من البراد بلش بغطسه اول شي بالطحين بالطرفين، بعدين بالبيض، وبعدين بالكعك. وهيك صار معنا الدجاج جاهز للقلي. بننتقل مع بعض لمرحلة القلي. هلا بنبلش بمرحلة القلي. طبعا بستنى الزيت ليحمى شوي، بعدين بحط الاسكالوب. وهلا بعد ما حمي الزيت بنضيف قطع الاسكالوب. بنستناها لتحمر، بنقلبها يستوي الجانبين، بعدين بنطالعها. وهلا بعد ما احمر الاسكالوب بنطالعه شوي شوي. هذا هو الشكل النهائي اللي طبخنا لهذا اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا اعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. مع السلامة.